بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني وأخواتي الكرام. معكم أخوكم الشيخ الروحاني مسعد العماني أبو عبد الله من سلطنة عمان. اليوم إن شاء الله تعالى شرحنا عن تنزيل الأموال في اللبان الذكر وتنزيل الأموال في الريال السعودي. طبعا أكثر الأشخاص أجاني ويقولون لي هل ينفع ننزل أموال في الريال السعودي ولا إن كان في الريال العماني ولا في أي عملة محلية. طبعا أكيد أخواني أكيد يتم التنزيل في العملة المحلية إن شاء الله تعالى بدون أي مشاكل. طبعا تنزيل الأموال في اللبان الذكر، في كثير من الأخوة يعني يتساءلون إيش المادة هذه، يعني قيمتها قليلة تستعمل في هذا العمل المبارك. طبعا هذه المادة أخواني يعني شيء أساسي في هذا العمل، شيء أساسي في هذا العمل. طبعا يتم استحضار اللبان، وطبعا من قبل الشخص اللي راح ينزل، يعني مثل أي أحد من الأخوة عندي يكلمني أنا أطلب منه يحط شيء معين، يعني لنفترض 200 غرام من اللبان الذكر يحطه بقلب المكان اللي راح يتم فيه التنزيل بعون الله تعالى. طبعا مثل ما ذكرت لكم نقدر أننا ننزل في جميع العملات المحلية طبعا، ونقدر أننا ننزل في الدولار والأورو وفي الريال السعودي بالدينار، لكن هذا راح ياخذ شوية وقت وشوية تعب وممكن يزيد تكلفة شيء بسيط. وأكثر الأشخاص اللي يجون عندي يقولون لي يا شيخ ما معانا، ويا شيخ نزل لنا وبعدين نعطيك من النسبة، خذ النص واترك النص. يا أخي هذا الشيء مو بيدي، الله يحفظكم، هذا الشيء مو بيدي. أنا لو بيدي كان نزلت لنفسي، تمام. أنا بكلمكم يعني بوضوح وبشرح لكم في وضوح. لو هذا الشيء بيدي لكان نزلت لنفسي وما نزلت لأحد، تمام. لكن أخواني الله يحفظكم، هذه شروط الشغل وهذه شروط العمل. وقبل لا ترسل شيء اطلب مني أي دليل من عيوني، ما عندك أي مشكلة. طبعا سر شغلنا اللي هو الثقة ما بين الطرفين، وشخص يخاف الله، شيخ يخاف الله في نفسه قبل عمله. كان معكم أخوكم الشيخ الروحاني مسعد العماني أبو عبد الله. بإمكانكم التواصل معي عبر الرقم الظاهر أمامكم في أي دولة كانت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.